السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله. عدنا بانطباع الحلقة التاسعة من انمي سولو ليفلينج، واللي كانت من افضل حلقات الموسم للأمانة. حلقة رهيبة جدا، حيث تحريك ورسم وكل شيء. لكن قبل ما نبدأ يا جماعة، الاشتراك مهم. انزل الان اضغط اشتراك اذا انت مو مشترك، وبطريقك يعني اضغط لايك كذلك، ولا تشيك تويتش في الوصف. دائما انا بث تقريبا بشكل يومي، فنبدأ. بدأت الحلقة مع نهاية الحلقة الماضية، عندما دخل كل من مساجين وكذلك سون واللي معاه إلى هذه المغارة، وواجهوا في بدايتها الجوبلin. شفنا قوة سجناء، كيف أنهم قادرين على قتل الجوبلin بسهولة. شفنا كذلك كيف أن سون العجوز ذاك اللي معه يد واحدة شاف ولاحظ سون جين-وو، وكيف أنه تغير، وكيف أن هالة تحيطه أفضل، وكذلك المعالجة كيف أنها قالت أو أنت لا تحتاج الآن أن نعالجك. فكذلك الأمر لذاك المراقب بعدين بنعرف أكثر عنه طبعا، كيف انه كانوا كلهم يلاحظون سون. بداية الحلقة الفعلية لما وصلوا الى تقريبا مفترق طرق، 3 طرق تؤدي كل طريق ممكن الى مكان ثاني، او ممكن طريق واحد يؤدي الى مكان البوس او مكان البيج بوس او مكان الوحش الكبير اللي لازم تقتله عشان تخلص المغارة. فبالتالي قرروا انهم ينفصلون، كل شخص يروح الى مكان من الثلاث. فلهذا كل مجموعة انفصلت وذهبت الى المكان طبعا اللي رايح له سون جين-وو، راح مع المعالج وكذلك سون العجوز، اما البقية كلهم انفصلوا على حسب اتفاقهم وترتيبهم. المراقب دائما نفس ما قلت كان مراقب سون جين-وو فعلا مراقب بالمعنيين. عموما راقب سون جين-وو وابتسم حتى لما اكتشف او لما شاف ان سون اختار طريق البوس، لان طبعا سون جين-وو كان يعرف ان هذا الطريق هو طريق البوس من البر، من الخارج، من الهالة الخاصة بهذا الطريق. فبالتالي تقدر تعرف ان هذا الشخص اللي هو شعره بنفسجي المراقب هذا مثير لأنا متاعب، تقدر يعني تكشف هذا الموضوع منذ البداية. اما اللي راحوا في النص كله من كانوا ذلك الضخم اللي كانوا في المغارة المشهورة، مغارة التماثيل، اللي هربوا وتركوا سون لحاله، واللي حاقد عليهم طبعا سون. كان ناوي انه يعتذر لسون وينحني لسون، حتى لو ان سون ما قبل اعتذاره، لكن لاجل طبعا لاجل نفسه، لاجل ضميره، لاجل الشيء اللي قاعد ياكل قلبه واللي ياكل راسه، اللي ترك الصياد هذا فعل لحاله، وترك اصدقائه وترك اللي معاه وخانهم وراح لحاله. قبل ان تحدث هذه المغارة حدث لقاء ما بين هذا المراقب واحد الرجال او احد الاشخاص قال ان في 3 مساجين اغتصبوا ابنتي وقتلوها، وبسبب هذا الامر زوجتي ماتت، وتقريبا يعني حياتي تدمرت، بلا 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 من هذا الكلام. فاعطاه تقريبا فلوس كثيره، قال له انا اتمنى منك انك تقتلهم، لان حكمهم خفيف للغايه، وان شاركوا في المغارات فان الحكم بيقل اكثر كونهم صيادين. فبالتالي هنا انت تعرف على طول ان المقصود بالمساجين ال3 هم المساجين نفسهم اللي قدام. لكن في النهايه هذا هو اللي شارب بنفسجي، اللي ان شاء الله يقولون اسمه في الحلقه عشان اقدر اتذكر اسمه. لكن عموما هو يبقى صياد، يبقى مراقب، يبقى من ضمن جمعية الصيادين، او من ضمن اللي هي اللي فوق الصيادين كلهم، المنظمة الصيادين. فقال لازم اني انا اخلق سيناريو اطلع نفسي من الموضوع هذا، ان سيناريو فيه 100 عفريت هاجمكم دفعة واحدة. وبالفعل ما طول وتقريبا قتلهم كلهم. ومن سوء حظ كين واللي مع ذلك الضخم ان طريقهم الثاني متصل بطريق هذا المختال، فبالتالي شافوه وهو يقتل المساجين ال3. حتى وان افترضنا ان هذا الشخص ما هو مغتال، لكن في النهاية اذا شافوه فبالتالي هم يعتبرون شهود، فبالتالي لازم يقتلهم حتى لو انه ما يحب القتل. سرعان ما سمع سون والبقية صرخات، سواء كان كين او سواء صرخات المساجين، ورجع على طول ركضا الى مكانه ليرى سون المشهد اللي ما كان وده انه يشوفه. يرى ان كيم واللي معاه ميتين، هو يبغضهم وهو يكرههم، ويذكره بفكرة ان انت لازم تنجو بكل او على اي حال، لان انت عندك عائلة، فخلينا ابقى اكرهك. لكن لا جدوى، فان كيم اول شيء ما هو مصاب باصابات عديدة فقط، انما ذاك الحقير المختال تقريبا كان يلعب في جسده، كان قاعد يعلم عليه في كل مكان. اخيرا عرفت اسمه كانج، اللي هو طبعا شعر البنفسجي. على طول برضو هجم عليهم، لم يكتفي فقط بقتل البقية، ما ايضا هاجم على سون واللي معاه. هاجم اول شيء على المعالجة، لكن سرعان ما ان سون جين-وو تصدى له. لم يصدق السنسي هذاك او المعلم سون كيف ان الشخص
شخص مثل كانج اللي هو من عضو من جمعية الصيادين يقدر يسوي هذا الأمر، لكن بقوة الكذب، بقوة السيناريوهات، كل شيء ممكن. كانج واضح انها خبرة، ما هي أول مرة يسويها، وأنا دائما يقتل الناس، فبالتالي معتاد على خلق سيناريوهات. بما أن سون هذا ما يعرف أن سون جين قوي، كذلك المعالجة ما يعرفون أن سون جين قوي، لأن خبرهم آخر شيء أنه ضعيف، أضعف صياد في العالم. فبالتالي قرر هذا سون أنه يواجه، بما أنه سياف قوي أو يعلم بقية الصيادين حتى يعلم واحد مرتبة اس، فبالتالي قال أنا بواجه، حتى وأن كان كانج هو من مرتبة بي وهذا سون من رتبة سي. والموضوع ما كان قتال واحد ضد واحد، كذلك المعالجة كانت تقريبا مع سون لأنها أعطتها نفس البف، فبدأ القتال بعدها. لكن مهما كان سون هذا قوي، حتى أن كان سيافا ماهرا نفس ما قلت، فأن كانج هو يعني تحس أنه فعلا معتاد على هذا الأمر، وأيضا خبيث. حتى أن سون السنسي هذا حاول أن يسوي بعض من التركات، يستعمل الذكاء، لكن حتى هذا الأمر ما نجح، وبالتالي خلاص اللي انتصر بهذه المعركة البسيطة كان هو فعلا كانج. وفوق هذا المعالجة أيضا خلص الطاقة حقها، فبالتالي الاثنين كان ضد واحد، خسروا ضد هذا كانج. والمنقذ دائما سيكون سون جين على الأقل بعد ما تغير. كانج انصدم وما كان متذكر هو فعلا هذا نفسه اللي زاره قبل فترة عندما كان في المستشفى. ولما قال له سون أنا من رتبة إي، قال له من المستحيل أنت من رتبة إي إلا إذا أنت كنت صيادا من الفئة الجسدية، فطبيعي هنا يكون عندك قوة، عادي يعني يكون عندك قوة. لكن اللي أنت سويته أنك صديت ضربتي اللي هي سريعة للغاية مرتين، ما هي مرة واحدة، يعني أنت ممكن مختال. فالافتراض اللي أنا أقدر أفكر فيه ككانج أنك أنت استفاقة ثانية صارت عندك. الحقيقة اللي نحن نعرفها ان لا هي استفاقة ولا اي شيء، انه سيستم، وما في احد يعرف عن هذا السيستم، لانه هو اصلا سون سأل قبل، اظني ممكن ما ظهرت في الانمي لكن موجودة في المانوا، سأل حتى في الانترنت عن السيستم هذا، لكن ما كان احد يعرف، كان يظنون انه يمزح. لان فكرة انك تلفل او انك تزيد من قوتك وتزيد من مستواك خلال مسيرتك كصياد امر مستحيل، الليفل يكون عندك من البداية كده ثابت. عموما سأل سون جين وو سؤال، اوكي انت سويت الامر في البداية، قتلت مساجين لاجل والد الضحية، طيب هذول قتلتهم ليش؟ او بالاحرى ليش قتلتهم بهذه الطريقة؟ انك كأنك عذبتهم قبل ان تقتلهم. كثير من الجروح موجودة اللي ما هي قاتلة ولا هي مميتة، لكن شكلك انت سويتها كذا، انت ليس نيتك العدالة وهذه ليست نيتك الحقيقية. فعلى طول كانج عندنا ابتسم لان طلعت حقيقته الحقيقية، فكمل على طول المشهد اللي كان قبل مع الوالد، وكملوا الكلام وقال له انا يا اخي واحد من صياد مرتبة بي، فالنقابات اكيد بتتسارع عشان تجيبني عشان تضمني، فليش انا انضم الى منظمة الصيادين اللي تعطيني راتب حكومي بسيط للغاية؟ لاني ببساطة تامة احب القتل. ولهذا يا جماعة عنده لقب، هو لقب لكن فكرة وكلمة المختال، ومو بس يحب طبعا القتل، انما يحب قتل البشر غير عن قتل الوحوش اللي في الدنجن. بدأ القتال ما بينهم، تقريبا كانوا متساويين في السرعة، متساويين في المستوى، تقريبا متساويين في اغلب الاشياء. لكن ظن كانج انه بما انه عنده عامل خبرة كمختال سابق، كمختال يعني متمرس، فبالتالي ما كان زعلان، ما كان متوتر، بل بالعكس كان عنده نية تعطش كبيرة جدا للدماء. فبالتالي إذا كان عنده تعطش دماء كبير ضد شخص عنده السيستم هذا اللي هو سون جين وو، فبالتالي بتجي مهمة عاجلة يجب عليه قتل الشخص اللي قدامه عشان يعيش. وهذا ما حدث بالفعل لسون جين وو، لابد قتل كانج عشان يكمل فيه السيستم. سون جين وو بدون سبب كان أصلا وده إنه يقتل كانج، فقال له إنه بما أن السيستم قال لي، فبالتالي الآن عندي سببين إني أقدر أقتلك. فكان رد عليه قال له ايش سيستم، ايش قاعد تقصد؟ ما حد نفس ما قلت لكم يعرف كلمه وفكره السيستم. زادت سرعه سون جين وو، كذلك استعمل خنجر السم، لكن مع هذا نقدر نقول شوي الكفه كانت لصالح كانج، او على ما ظن هو على الاقل، اللي استعمل مهاره التخفي ومهاره الاخفاء، ولان استعمل قدر ان يتفوق قليلا على سون جين وو انه يصيبه باكثر من ضربه، وفعلا طاح سون جين وو. لكن اللي ما كان يعرفه كانج انك حتى وان اصبت سون جين وو، حتى لو اصابات خلينا نقول قاتله، عنده قدرة العلاج، قدرة العلاج، الشفاء الكامل، مش معالج يعالجه لا، من السيستم. فقال انه اول شيء انا قلت انه صياد مختال وممكن من الفئة الجسدية اللي عشان كذا عنده قوة كبيرة، وهو ممكن صياد مرتبة اي، حتى لو كان مستفيق فما بيكون مستوى مثلا اس، ممكن يكون سي. والحين معالج هذا الامر مستحيل، لابد يكون متخصص في امر واحد فقط. فكانج اصاب الشك كم مرة يقدر يسوي هذا العلاج الشافي الكامل،
مرة، مرتين، 5 مرات، كم مرة. سون جين وو بعدها قال امر مثير للاهتمام، قال عاطفة اخرى ماتت بداخلي، يعني عاطفة الشفقة، عاطفة خلينا نقول الحزن، عاطفة انه ممكن يكون خايف، كثير عواطف ماتت في الحلقات الماضية. ممكن اعتقد العاطفة اللي ماتت الان عاطفة الشفقة، انا ما راح اشفق عليك، اصلا ما تستاهل اني حتى اغضب عليك. فهذا على طول عرف كانج انه هو فعلا قاتل، وانه قتل احد قبل، لان هذه هي نظرات قاتل او كلام قاتل بالله. بعد كلام سون جين وو تغير الوضع تماما، حتى الاخفاء اللي كان او تقنيه الاخفاء اللي كان يسويها كانج ما صارت تفيد، وكان يصد سون جين وو الضربات بسهوله تامه وهو واقف حتى. وايضا استعمل سون جين وو التقنيه القاتله اللي خلاص انهت القتال، واللي هي تقنيه نيه القتل، اللي حرفيا جمدت كانج في مكانه وخلته يشوف اعين ظلاليه او على الاقل ظلاميه، وهي طبعا نقدر نقول كانها نفس الجنجتسو، هلوسه. ولانه واقف مكانه فعلى طول طعن بالخنجر سون جين وو. اللي يرى اعين واحد كان من المفترض ان لا يعبث معه احد ابدا، او على الاقل هو ما يعبث معه. كانج لما جاي يموت ما جاي يتوسل ولا طلع في مظهر مثير للشفقه، بل بالعكس تماما قاعد يقول كثيرا من الحكم وكثيرا من الكلام. الرغبه الاكبر اللي كانت عند كانج انه فعلا يعرف ايش سالفه سون جين وو وحقيقته. قال له سون جين وو انا نفسك اريد اعرف حقيقتي ما هي، لأن للحين ما يعرف ايش السيستم، لكن حاول يعطيه بعضا من الحقيقة بما انه بيموت. قال له ماذا لو انا كنت صياد يتطور مع كل معركة، مع كل قتال. يرجع مرة ثانية كانج نفس ما قلت يعطيه كلام حكم، كأنه يقول له ان ظلك متصل بالظلام مسبقا، فلا بد انك ستزداد قوة كعمق هذا الظلام، لكن لازم تحذر، اذا اطلت تحديق في الهاوية فستحدق بك حتما. خلص المهمة واخذ مكافأة فيها منها حجر روني حق التخفي، ثم ذهب سون جين وو وخلص البوس اللي طبعا ما طلعوه حتى لأن شكله ضعيف للغاية، لأن أصلا هي كانت المغارة حتى جدا ضعيف. بالنهاية سون يقول أنا أحس كل ما أتقدم، كل ما أهزم شيء، كل ما أسوي شيء، ينهار شيء في داخلي، نفس ما قال قبل شوي أن في عواطف كثيرة تموت بداخلي. فسون حرفيا الظلام قاعد يلتهمه شيئا فشيئا. جاء بعدين طبعا اللي دائما يجي واللي هو نائب رئيس وو جين شول، نائب رئيس منظمة الصيادين، على طول تعرف على سون جين وو. كانج ما كان متعرف عليه، بعدين عرف من هو بعد ما ذكر عليه حادثة الدنجن ذو البوابتين، لكن هذا وو جين شول على طول عرفه، لكن شاف انه تغير، شكله تغير، جسمه تغير، حالته حتى تغيرت. لكن جون وو شول او اين كان اسمه هذا ما ضيع وقت، على طول سأل من قتل كانج، ورد سون اللي هو السينسي ذاك انا قتلته، طبعا عشان يخفي ويخبئ سون جين وو اللي ما يريد كشف نفسه اصلا من الاساس. سأله كيف، قال له والله انا مساعدتي من المعالجة، فبالتالي 2 ضد 1 فخلصنا عليه. لكن وو هذا إن كان اسمه والله اسمه صعب عرف على طول لأنه لا انت ما تقدر عليه، انت رتبه سي، مهما ما سويت ما راح تقدر عليه، لان هذاك من رتبه بي. انا متاكد تماما انه في باله ما بقى الا سون جين وو، لانه مره ثانيه نجا من مكان وحادثه ثانيه مره اخرى. بالنهايه تبين ان هذا رئيس من رتبه A وحالته كانت قويه للغايه، ثم ينتهي الحلقه لما اجت المعالجه هذه واعطته الحجر اللي اعطاه لتكون في مغاره التمثال، لما قال خذيه كانه هديه مني. وهنا تنتهي هذه الحلقه، حلقه حلوه للامانه، حلقه جميله للغايه. الواضح ان المستوى بيزيد اكثر واكثر في المستقبل مع زياده قوه سون. فنعم شكرا لكم المتابعه، لا تنسوا اللايك والاشتراك والاشتراك. السلام عليكم.